قللي الاحتكاك. مو مثل ما توقعت، يعني مغيرين. خليني أقولها لك مثل ما هي، مو كل اللي بيضحك لك يوم عرسك فرحان لك من قلبه. من هي الغيورة؟ مو دايما واضحة، مو دايما يعني ما تصرح لك بهالشي، ما توريكي هالشي، بس بيبان كيف تعليق سلبي فجأة، نظرة ما لها داعي، كسر جو الفرحة، أو تدخل مو في وقته. يمكن هاي بتكون قريبة، صديقة، أو حتى شخص ما تتوقعين مين. كيف يطلع تأثير هالشخص الغيور عليكي يوم عرسك؟ تعلق على فستانك، تشككك في المكياج، تقول مو مثل ما توقعت، أو تضحك ضحكة في محلها وبس كلام يوجع، والعروس تتوتر، تتشكك، تنهار وتتغير. ممكن تحب تغير بوزيشن مثلا كمان. وتغيري طبعا مو عاجبتني هاي الكورنر أحلى، لا، بتتغير طاقتها، وهي يؤثر سلباً على التصوير، الصور والفيديو، لأنه الصور الفوتو والفيديو بنلتقط بس مو صورة حبيبتي وشكل، لا، بنلتقط إحساس. والعروس إذا تضايقت ولا انكسرت أو تفقد ثقتها، هي كله يبان في نظراتها، وقفتها وابتسامتها. فليش هالأشخاص يطلعوا في هالوقت؟ لأنه مغيرين، لأنه العروس هي مركز الاهتمام، الأضواء عليها والفرح كبير، وبعض الناس ما تتحمل تشوف غيرها تلمع وتشوفها فرحانة. شو المفروض تسوين أنتي كعروس، عروس 2026؟ مو لازم تواجهين ولا تشرحين ولا تبررين حالك. الحل الأذكى، قللي الاحتكاك، خلي حوالينك بس شخص واحد، فوضي شخص يبعد عليك الطاقة السلبية، تكوني واثقة فيه طبعاً، وما تخليه يفوت أي حدا عندك لهالغرفة. ليش؟ هاي نحن مو شغلنا كمصورين، لأنه نحن ما نقدر ندخل بيناتكم، أوكي؟ نحن نقدر فور إكزامبل نغير الزاوية، نختصر لقطة، نسرع التصوير، بس ما نقدر نغير نوايا الشخص الغيور ولا نعالج غيرته، لأنه مو أطباء نفسيين ولا نصلح مشاعر الناس ولا حتى نشيل الطاقة السلبية، لا. فخلي بس شخص واحد معاكي في الغرفة. رسالة لكل عروس من القلب، يوم عرسك هاي مو اختبار صبر ولا ساحة مجاملات، هذا يومك وفرحتك وحياتك الجديدة. فأي شخص يقلل احترامه، يضايقك أو يكسر فرحتك، مكانه وين؟ اوت، برا، مو مكانه، مو قريب منك في هاليوم. مو كل شخص لازم يكون موجود، ولا كل شخص يستاهل يكون في الصورة. اختاري اللي يفرح لك واللي يحبك من القلب، مو اللي يقارن ولا يغار. كان معكم بودكاست ويدنج ستوديو دبي، بشوفكم في حلقات جاية، مع السلامة.